السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض منيو لاكلات عيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم طيبين. هوريكم وصفات كتير جدا، وطبعا في وصفات اكتر منها في القناه لو حابين انكم تشوفوها. هنبتدي اول حاجه بالكرشه. طبعا في الفيديو هوريكم ازاي تسلقوها كويس جدا، ازاي ما يبقاش فيها اي زفاره، ازاي تطلع معاكم بالشكل الروعه اللي انتوا شايفينه ده، تاكلوها كده وانتوا مستمتعين. تاني وصفة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. هنعملها برضو بطريقة بسيطة وسهلة ومنجزة، ومش هتاخد مننا أي وقت خالص. ومن ربع كيلو لحمة بس هنعمل غدا يكفينا كلنا. طبعا بنقدمها برز بشعرية، رز حبة وحبة، ممكن ناكلها بالعيش. في كل حالاتها بتطلع خطيرة. الوصفة اللي بعد كده أو الاقتراح اللي بعد كده هيبقى معانا ورقة لحمة. عملتها كذا مرة في القناة وبكذا طريقة. دوروا كده في القناة هتلاقوا وصفات كتير جدا وحاجات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. ورقة اللحمة من الأكلات السريعة المنجزة، ما بتاخدش وقت معانا خالص في تحضيرها، وطعمها بيكون حلو جدا جدا. طبعا هنعملها كده برضو في العيد، هتبقى معانا حلوة قوي. نقوا قطعية تستوي بسرعة. وكمان هنعملها بالخضار. الخضار هيطلع رهيب، احلى كمان من اللحمه نفسها. يعني هناكل كده الخضار هيبقى طعمه حلو جدا جدا. اقدمها برضو مع رز بشعريه كده، او رز حبه وحبه زي ما قلت لحضراتكم. ممكن ناكلها بالعيش. في كل الحالات هتطلع حلوه جدا جدا، واللحمه كمان ما بتطلعش ناشفه ولا أي حاجه، بتطلع دايبه قوي. الاقتراح اللي بعد كده ممبار. ما يخلاش عيد الاضحى من الممبار. باعمله، طب عملته قبل كده ني في ني، وعملته باللي هي تسبيكة كده، اللي هي خلطة المحشي كده متسبكة. طبعا هتلاقوها برضو في القناة، وهتلاقوا كذا طريقة زي ما قلت لحضراتكم، وهيطلع معاكم روعة في كل الحالات، سواء الني في ني او المتسبك. في كل حالاته بيبقى حلو جدا جدا. طبعا بنعمل جنبه بقى شوية فتة لحمة كده بالخلطة السرية، وطريقة بسيطة بس طعمها رهيب. جربوا طريقتي في عمل الفتة هتطلع معاكم حكاية. طبعا هتلاقوا الوصفات في صندوق الوصف، علشان لو حابين انكم تعملوا الوصفات بتاعتي وتعرفوا الطرق. زي ما انتم شايفين ممبار بقى وفتة لحمة كده ما اقولكوش عليها. الاقتراح اللي بعد كده كبسة لحمة. عملتها في القناة بكذا طريقة. بلحمة الحاشي اللي هي لحمة الجمل، واللحمة اللي هي الجاموسي، او اللحمة اللي هي اي لحمة يعني ممكن نستعملها. لو عندك طبعا في العيد اللي هي اللحمة الضاني برضه هتطلع حلوة جدا جدا. فهسيب كل الوصفات في القناة في صندوق الوصف، علشان تسهل عليكم انكم تلاقوها بكل سهولة. بصوا شايفين اصلا لونها وشكلها رهيب. الرز مفلفل ازاي، واللحمة دايبة جدا جدا، والطعم بقى رهيب. يعني جربوا تعملوا الكبسة بطريقتي تجنن. الاقتراح اللي بعد كده فخدة لحمة. هنذبح ضاني هيبقى عندنا خروف. ما ينفعش طبعا ما نعملش الفخدة بقى بتاعته آه، بالخضار، او ان احنا نشويها كده من غير خضار. عملتها بطريقتين مختلفين. الطريقتين كانوا حلوين جدا جدا. صدقوني الخضار اللي احنا بنضيفه مع اللحمة بيخلي طعمها حكاية. بتاكلوها يعني بتاكلوا الخضار ده عن اللحمة كمان. يعني ما بتسيبوش اي خضار كده، يعني بتفضلوا تاكل كل الخضار. ريحته بتبقى حلوة، وطعمه كل حاجة فيه بتبقى حكاية. جربوا تعملوا الفخدة بطريقتي هتعجبكم جدا جدا. الاقتراح بقى اللي بعد كده او الوصفة اللي بعد كده هنعمل مع بعض كبدة. ما يخلاش طبعا عيد الاضحى او اي عيد من ان احنا نفطر كبدة كده. بعد ما بنذبح طبعا بناكل الكبدة. طبعا ممكن تعملوها كبدة اسكندراني، او تعملوها كبدة بالفلفل والبصل زي ما انا عاملاها كده. شوية طحينة بقى، والعيش البلدي او العيش الفينو بقى، وتعملوا الكبدة بالطريقة اللي انا عاملاها. طبعا برضو هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف، عشان انه لو انتوا حابين تعملوها. طريقتها حلوة جدا بس طعمها مميز. يعني تبان لكم ان هي سهلة، بس الطعم بتاعها بيكون مميز بتركات بسيطة جدا، بتخلي معاكم الكبدة بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده.
نعمل بقى وصفات تانية، وطبعا في العيد في وصفات كتير جدا. انا يعني جمعت لكم بس شوية كده في الفيديو ده، بس هتلاقوا وصفات اكتر بكتير في القناة. هنا لحمة بالبصل عملتها كده، سويتها يعني وحطيتها في الفرن. طعمها حلو جدا جدا، وطبعا اي حاجة بتتحط في الفرن او اي حاجة بتتعمل في طواجن بتغير طعمها وتخلي طعمها احلى بكتير من اللي احنا متعودين عليه. عملتها برضو بحط جنبها رز بشعرية، وطبعا احنا ممكن ناكلها بالعيش. في كل حالاتها بتبقى طعمها حلوة جدا جدا. كفتة لحمة بقى نعملها كده مع رز بسمتي. آه، هيبقى حلوة جدا، والكفتة طبعا مش هتشد معاكوا ولا هتكش ولا اي حاجة. بتركات وحركات كده هنعملها في الفيديو. هطلع معاكوا الكفتة جوسي وطرية جدا، عمرها ما هتكش معاكوا بالخطوات اللي احنا هنقول عليها في الفيديو. شايفين بتقطع معانا بكل سهولة، وهتطلع معانا بنفس حجم الصباع اللي احنا عاملينه بالظبط. بعد كده هنعمل مخ بانيه. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة، احلى من المحلات اللي احنا بناكلها من بره، محلات بقى الشرقاوي اللي احنا متعودين ان احنا ناكل فيها المخ والكبدة والحاجات دي. هنعمله بقى هنا في القناة بطريقة بسيطة جدا، وهيطلع طعمه رهيب، يعني احلى من اللي احنا بناكله من بره، وضامنين طريقته وضامنين النظافة بتاعته، وعاملينه بطريقة حلوة قوي. بصوا شكله كمان عامل ازاي، ولونه المخ من جوه بصوا طري ازاي، وطبعا احنا منضفينه وعاملينه بطريقه حلوه قوي. يعني جربوا تعملوه بقى بطريقتي هتدمنوه بصراحه، وعمركم هتغيروا طريقه المخ الا بالطريقه دي. طبعا لازم نعمل كوارع. باحب إن أنا بعد ما باسويها كويس أوي، باحب إن أنا أعملها كده في خلطة أو في صوص زي ما أنتم شايفينه، وبادخّلها الفرن علشان تطلع معانا طعمها أحلى بكتير. وكمان أي حاجة زي ما قُلت لحضراتكم بتدخل الفرن تطلع طعمها حلو أوي. هنعملها بندخّلها بقى الفرن، وهنقدّمها مع رز برضه، ومع الشوربة كده اللي بتطلع معاها بتبقى طعمها حلو قوي. هندخلها بس الفرن مجرد ان هي بتغلي شوية كده، وهتاخد لون من اللي على الوش، وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. جربوا تعملوا الوصفات اللي انا قلتها يعني وريتها لكم في الفيديو بطريقتي كده، هتطلع معاكم حلوة قوي، وصدقوني هتدمنوها. لو لسه جداد في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار باي وصفة جديدة بقدمها. كومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. لو حابين اي وصفة جديدة من وصفات العيد قولولي في الكومنتات، ان شاء الله هقدمها لكم في اقرب وقت. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.